السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي وحبايبي وكل المتابعين. أنا حبيت أطلع النهاردة أتكلم في موضوع مهم جدا 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 وفي غاية الأهمية. موضوع استفزني جدا جدا جدا، استفزني كأهلاوي واستفزني كمصري. موضوع المشجعين اللي رايحة تشجع الوداد في قلب المغرب، مشجعين الزمالك اللي رايحة تشجع الوداد. انتوا ازاي كده؟ ازاي بجد كده؟ وخلاص يعني خلاص مفيش انتماء، مفيش حب للبلد. نسيتوا ان الاهلي بيلعب باسم مصر. ايه كمية الكره والغل ده؟ انا ما شفتش كده في حياتي بصراحة، عمرنا ما كنا كده. ده احنا لسه من كام يوم كنا كلنا مبسوطين ان في عسكري مصري دخل الحدود الاسرائيلية. طب افتكروا كده 73، افتكروا كده ثورة يناير، افتكروا اي حاجة كانت بتربطنا ببعض. ليه كده؟ بتشجع ومش حابب الاهلي يفوز ولا يكسب، شجع بس ما تطلعش وتسافر مخصوص عشان تشجع فريق بيلعب ضد فريق بيلعب باسم بلدك. دي في الاول وفي الاخر كوره. انت وصلت ازاي كده؟ انتوا وصلتوا ازاي كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده واللي احنا شايفينه ده؟ ده لا يمكن يكون جمهور الزمالك. قعدنا اكتر من 30 سنه بنشجع كوره، عمرنا ما شفنا كده. ماشي في تعصب وفي حب لفريقك، بس ما تطلعش تعمل كده، تسافر مخصوص عشان تشجع فرقه بتلعب الاهلي اللي هو ممثل لبلدك لمصر. انا مش عارف اقول ايه. المفروض الاعلام يطلع يتكلم يقول يفهم الناس دي احنا وصلنا ازاي كده. اللي بيحصل ده مش معقول، مفيش مخ او عقل يستوعبه. ده لا يمكن يكون طبيعي. اللي بيعمل كده بني ادم مريض نفسي، بني ادم مش مظبوط. اليس منكم رجل رشيد؟ اطلعوا اتكلموا في الاعلام وفهموا الناس دي ان كده غلط. اي نعم كل واحد حر في رايه الشخصي، بس مش بالطريقه دي، مش بكميه الكره ده. تحسين الشحات واللعيبه بتاع الاهلي مصريين، مش جايين من كوكب تاني. اصحابكم وزمايلكم، مش حد غريب يعني. ايه اللي عملوه فيكم عشان تعملوا كده؟ فريق بيلعب وبياخد بطولات، مش عيب لما يكون بيلعب هنا في مصر ضد الزمالك؟ يا عم اعمل اللي انت عايزه، لكن انت بتروح عشان تقف ضده بره مصر. ايه؟ والله العظيم انا حزين، قسما بآيات الله انا حزين، حزين بجد على اللي بيحصل. ده لا يمكن يكون طبيعي. ارجو من كل الاخوه اللي يسمعوا الفيديو ده يشيروه، يا ريت الكلام ده يوصل للناس دي. احنا اخوات، احنا مصريين يا بني ادمين يا بشر، احنا مصريين. فاهمين يعني كلمه مصريين؟ كلنا تحت علم مصر. الاهلي بيلعب باسم مصر، بدل ما نقف في ظهره ونشجعه رايحين نشجع ضده. ايه؟ انا مش عارف اقول ايه بصراحه. انا الكلمه اللي هقولها بس انا لله وانا اليه راجعون. في العدل وفي المبادئ وفي الاخلاق اللي انتوا بتتكلموا عليها العوض ومن العوض. سلام عليكم.